الإخوة الكرام، كوكبة من حملة القرآن وحافظين جاءوا مشاركين في ليلة تكريم الأم لنا رحلت إلى رحاب ربها. عزاؤنا أنها انتقلت إلى رحاب ربها في شهر معظم عند الله. في الحقيقة أهل العزاء في حرج، كنا نود أن نستمع إلى كل القراء لأنهم جميعهم أصواتهم ملائكية، وكيف لا، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ودائما أقول فضيلة الشيخ محمود الخول شيخنا أعرف قدره جيدا، دائما أقول يحسبني البعض بأنني قارئ وما أنا بقارئ، وإنما خادم للقرآن. فيا حملة القرآن، لو كتب الله سبحانه وتعالى أن تدخلوا الجنة ولم تجدوني فاسألوا عني، قولوا أنه كان خادما لأهل القرآن. علموني البكاء ما كنت أعرفه، يا ليتهم قد علموني كيف أبتسم وأرضعوني لقاح الحب من صغري، فلما تعلقت روحي بهم فطنوا. لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا من لذة الراحي أو من لذة النغم، ولا تظنوا هزاز الجسم من فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. بناء على أهل العزاء مسك الختام من فضيلة الشيخ شريف عبد العزيز. أيها الإخوة الكرام، نحن نعرف قدركم جيدا، وكيف لا، وحملة القرآن هم أهل الله وخاصته. يا محمد، أهل القرآن هم أهلي، جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها، فلولا القرآن المكنون في صدورهم والمحفوظ في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. حامل القرآن إذا مات تبكي عليه أرضي وسماواتي وملائكتي. يا محمد، اعلم بأن الجنة مشتاقة لتالي للقرآن وحافظ للسان ومطعم للجيعان والصائمين في شهر رمضان. هكذا أخلاق أهل القرآن. كان من المفترض إخوة الإسلام أن يكون مسك الختام لفضيلة الشيخ شريف عبد العزيز، ولكن بأدبه متأدبا بأخلاق القرآن أبى إلا الذي يقرأ شيخنا فضيلة الشيخ محمود الخولي. وفضيلة الشيخ محمود الخولي من الرعيل الأول، قرأ مع أكابر القراء، عرفه من عرفه، ومن لم يعرفه فاسألوا عنه المساجد، فاسألوا عنه كل راكع وساجد. أيها السادة، جئت من مدينة الدلنجان بصحبة العمدة الحاج أحمد الدخميسي ومعالي المستشار مصطفى أبو الليل. جئنا لنؤدي واجب العزاء بالأصالة عن أنفسنا وبالإنابة عن أئمة مساجد الدلنجان. نستمع الآن إلى شيخنا فضيلة الشيخ محمود الخولي، ثم يكون مسك الختام من شيخنا فضيلة الشيخ شريف عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. صدق الله العظيم. أيها السادة،